فضلا لا امرا اللايك الحلو الجميل بتاع حضراتكم ويلا بينا نبتدي. السلام عليكم. في سابقة هي الأولى من نوعها منذ بداية الحرب، الولايات المتحدة الأمريكية بتمتنع عن التصويت في قرار بوقف إطلاق النار في غزة، وديت الحركة اللي اعتبرها الكيان المحتل ضربة في الظهر وخيانة عظمى. بس لما تدققوا يا جماعة الخير في حقيقة الموضوع هتكتشفوا إن القصة ديت مجرد لعبة إعلامية زي الزخم اللي فات أيام موضوع المحكمة الدولية. طب إزاي الكلام ده؟ قبل ما نشوف التفاصيل المخفية في موضوع القرار بتاع وقف اطلاق النار ده، تعالوا نشوف رد فعل الكيان المحتل. عندك نتنياهو طلع وكان غضبان جدا، انت عارف كان هيطق من دماغه، واول قرار خده قال لك ان هو كان في وفدين رايحين هناك لواشنطن، وفد كان رايح يشتري صفقات اسلحه والوفد الثاني كان رايح يتباحث بشان دخول رفح. الوفد رقم 2 ده بقى كان موجود هناك في واشنطن وكان خلاص على باب البيت الابيض. نتنياهو رفع عليه السماعه وقال له بقول لك ايه، ما تعتبش برجلك جوه، احنا قطعنا المفاوضات مع الامريكان خلاص. مش بس كده، نتنياهو بقى راح طالق شويه المقاطيع بتوعه، طلع لك سموتريتش اللي هو المتطرف برضه اخو بن غفير في الرضاعه رسمي. المهم سموتريتش طلع وقال لك ايه بقى، قال لك ان القرار بتاع امتناع الولايات المتحده عن التصويت في الموضوع دوت بيصب في مصلحه حماس بشكل مباشر، وده دعم غير مباشر ليها. شوف الفجر وصل بيهم لحد فين بعد 6 شهور جسور بريه وجسور جويه وجسور بحريه من الدعم المتواصل، اكتر من 40 مليار دولار ودعم سياسي في كل انحاء العالم. بدون الدعم دوت اسرائيل لم تكن تستطيع المضي في الحرب ديت يوم واحد فقط. انت عارف بالبلدي كده زي ما بنقول، لو كانوا نزلوا اسرائيل قصاد حماس فارس لفارس كده في الميدان، كان زمان اسرائيل خسرت من زمان، يعني انت عارف من اول شهر مثلا ولا من اول شهرين. ده يا جدع حركت اكبر حامله طائرات في العالم من اجل عيون الكيان المحتل. وزير الحرب جالنت كان خلاص على باب البيت الابيض، بعد كده اتقال له ارجع وما تعتبش رجلك جوه. ده غير بقى الشتايم والاهانات لبايدن والحزب الديمقراطي كله بشكل كامل، لدرجه ان هم بقوا يهاجموا اليهود ذات نفسهم اللي هم من الحزب الديمقراطي اللي قاعدين هناك في امريكا، وابتدوا يخونوهم. انا هقول لحضراتكم هم متضايقين من ايه بالظبط. هم هيتجننوا علشان منظرهم قدام الشعب الاسرائيلي بتاعهم. يعني دلوقتي واحد زي نتنياهو ولا زي جالنت ولا زي جانس ولا اي حد من شله المقاطيع دولت يقدر يفتح بقه باي نصر او حتى انتصارات وهميه اللي كانوا بيسوقوا ليها ديت قدام الشعب بتاعهم دلوقتي. وخد بالك من نقطه مهمه، دلوقتي بقى وضعهم اصعب بشكل كبير جدا في موضوع عائلات الاسرى، لانه دلوقتي نتنياهو كان دايما يطلع ويقول لك الضغط العسكري واطلاق النار هو السبيل الوحيد لارجاع الاسرى، ودلوقتي بقى تم ادانه هذه الحرب البربريه الاسرائيليه تقريبا من كل دول العالم وبشكل رسمي في مجلس الامن. فبالفعل لو تم تنفيذ هذا القرار نتنياهو ما قداموش غير طريق واحد فقط، وهو طريق المفاوضات، وساعتها مش هيكون عنده اي اوراق ضغط على حماس علشان يقبل بالشروط اللي هو عايزها. فده برضه مسمار مضروب في دماغ نتنياهو كده هيعمل له ارتكاريه. والكلام ده كله بقى بغض النظر على ان القرار دوت ملزم ولا مش ملزم، مؤثر ولا مش مؤثر، هل هتلتزم بيه اسرائيل ولا لا. وعشان نعرف الاجابه على الاسئله ديت يا جماعه الخير، تعالوا بس نخش في شويه تفاصيل كده بسيطه بخصوص هذا القرار. مبدئيا المندوب الروسي كان بيتكلم في مجلس الامن وكان طالع بيقول لك نحن نأسف ان القرار دوت اساسا متوجه لشهر رمضان، يعني بالفعل لو حصل وقف اطلاق نار هيكون خلال الشهر الكريم فقط. ناهيك اساسا ان بالفعل عدى نصه، يعني خلاص ما فضلش غير 15 يوم، يعني القصه اللي معموله دي كلها على بس 15 يوم فقط من الحرب. ده اول سؤال بيطرح نفسه. تاني حاجه بقى في موضوع القرار دوت، بعد ما تم اقراره امريكا قدمت عليه تعديلات بالاتي. هو كان بيقول لك وقف اطلاق نار دائم، ده نص القرار، ولم يحددوا الموضوع دوت بقيد او شرط. راحت امريكا مقدمه تعديل على القرار بتقول لك ايه بقى، وقف اطلاق نار دائم ده هنشيل كلمه دائم وهنحط كلمه ثابت، وده بيقلل من وقع وتاثير القرار بشكل كبير جدا، لان وضع كلمه ثابت ديت ممكن تخلي جيش الاحتلال يروح يضرب في اي وقت، دي غير كلمه دائم تماما. تاني حاجه بقى امريكا قدمت تعديل فيها، قالت لك هنحط شرط وهنربطه بوقف
اطلاق النار الدائم لازم في الاول يتم تحرير جميع الاسرى الاسرائيليين. وهنا بقى رجعت حطت لك العقده في المنشار مره تانية، لانه تحرير الاسرى الاسرائيليين بالاساس لن يتم الا عند بدايه وقف اطلاق نار. انما انت ما تقوليش تعالى طلع لي الاسرى بتوعي وانت مطير الطيران بتاعك واقمار التجسس الصناعي بتاعتك كلها شغاله والاستخبارات بتاعتك موجوده على الارض، يبقى انت كده جاي تهزر مش جاي تعمل اتفاقيه جديه. المهم ان نتنياهو بقى بعد ما طلع القرار طلع وقال لك على التلفزيونات على فكره يا جماعه احنا مش جمهورية الموز، احنا دولة ذات سيادة وهنعمل اللي احنا عايزينه وهننفذ اللي احنا عايزينه. وبنص كلامه كده كان بيقول زي ما قضينا على هامان برضه هنقضي على حماس. طبعا حضراتكم عارفين يقصد ايه بالكلام ده. طب اهم سؤال بقى في الموضوع ده كله مدى التزام اسرائيل بالقرار وهل هو ملزم ليها ولا لا. دلوقتي السفير الصيني في الامم المتحدة طلع وقال لك على فكرة القرار ملزم بشكل كامل، لانه كان بيرد على الولايات المتحدة الامريكية اللي هو ساعة ما تم اقرار القرار الست راحت قايمة من الكرسي بتاعها مباشرة وقالت لك صحيح احنا امتنعنا عن التصويت ولكن القرار غير ملزم لاسرائيل ان هي تنفذه. ده غير رئيس الجلسة اللي هو الياباني، السفير الياباني هم اللي مترأسين دلوقتي مجلس الامن، طلع وقال القرار ملزم بشكل كامل، واجب على جميع الاعضاء في مجلس الامن ان هم يساعدوا في تنفيذ هذا القرار ويتم بدء العمل به فورا. وقولا واحدا يا جماعه الخير القرار ده بالفعل ملزم قانونيا، بس على ارض الواقع بقى هل هيتنفذ ولا لا؟ عشان تعرفوا الاجابه على السؤال لازم اقول لكم ان كان في امبارح 6 غارات مات خلالهم 136 مواطن فلسطيني، ده غير 100 اخرين تم استشهادهم امبارح. في نفس الوقت اللي المقاومه بتعلن استهداف عسقلان واستهدام اسدود، وده عن طريق سرايا القدس والقسام، وعملوا الاستهدافات عن طريق اطلاق صواريخ بشكل مباشر، غير استهداف قوات الاحتلال اللي لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها عماله تنفذ عمليات في محيط مجمع الشفاء، ولحد اللحظه بيقع شهداء من الجانب الفلسطيني. واعلنت المقاومه ان تم قنص 3 من جنود الاحتلال وتدمير دبابه مركبه، غير استهداف قوى اسرائيليه حاولت التحصن داخل احد المنازل. وكل اللي عملته المقاومه كان رد فعل على الاحتلال الغاشم. عايز اقول لك لحد اللحظه لم يتم تنفيذ القرار لا من قريب ولا من بعيد. بس في هنا نقطة مهمة يا جماعة الخير، دلوقتي إسرائيل بقى عندها مشكلة كبيرة جدا بعد القرار في دخول رفح، فعلا مشكلة حقيقية. دلوقتي فقدت التأييد والزخم بشكل كامل جدا، حتى لو كان فاضل مثلا منه 10% ولا حاجة، حتى ال 10% راحوا وهي ما تقدرش تخش رفح إلا بالدعم ده. وفي سياق آخر بقى تشوفوا المندوب الإسرائيلي وهو طالع يتباكى وبيعيط بالكلام هناك بقى بعد ما تم اتخاذ هذا القرار، يقول لك لازم مجلس الامن يركز على موضوع اطلاق سراح الرهائن بالاولويه، يعني اول حاجه يبص لها هو الموضوع لان اخذ الرهائن تعتبر جريمه دوليه. انا عايز افكر المقطوع بحاجه واحده بس كده صغيره، ان هم كانوا طالعين في الاعلام العبري الكلام كان اول امبارح بيشتكوا ان ما بقاش عندهم اماكن اساسا لاحتجاز مزيد من المعتقلين الفلسطينيين، حتى غرف التعذيب والتحقيق خلاص خلصوا، ما بقاش عندهم مكان حتى ينيموا فيهم الناس. ومنذ بداية الحرب العدد وصل لأكتر من 10,000 معتقل، وانتوا عمالين تعيطوا على 130 ولا 120 أسير من بتوعكم. العالم فعلا يا إما بتستعبط يا إما مفصومة عن الواقع. والأهم من ده كله بقى محدش بيجيب سيرة المعتقلين الفلسطينيين اللي بيموت منهم العشرات كل يوم في سجون الاحتلال الإسرائيلي. لا بنسمع أمريكا بتتكلم ولا بنسمع أوروبا بتتكلم ولا مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة ولا أي بطيخ. وبالنهاية ما نقدرش نقول غير لكم الله اللي أحسن واللي أكبر من الجميع.